شوي من الزحمة عليك. السلام عليكم. الله محييكم. الله محييكم، الله محييكم كلنا. لا الله محييكم، الله محييكم، حياكم. الله محييكم، الله محييكم، الله محييكم، الله محييكم. حولوا حولوا. اهلا. الله محييكم، الله محييكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كل الهلا، كل الهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله يا مرحبا. دكتور وين دكتور؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور تفضل. السلام عليكم. أجركم الله الفاتح. السلام عليكم. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. سيد شوي اللي ورا سيد. تصوير للعشيرة برشي في القبيلة. الله بالخير جميعا. الله بالخير. وصحبه وموالاه. اخواني واعزائي واقاربي في كركوك جميعا، جئنا ونيابة عن إخواني الذين جاءوا معي نقدم العزاء لكم. نقدم العزاء أولا للعراقيين جميعا، ثم لأهل كركوك عموما، وثم لقبيلة البوحمدان خصوصا، لأننا فقدنا علما من أعلام القبائل العربية، قبيلة البوحمدان. هذا الرجل الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، والذي كانت له مواقف كبيرة جدا في هذا البلد. لذلك جئنا لنقدم التعازي لأهلنا في كركوك ولأهلنا من قبيلة البوحمدان. أخواني الأعزاء، أنا بودي أن أستغل هذه اللحظات لأتكلم معكم في موضوع مهم. إننا اليوم نواجه ظروف غير طبيعية، لذلك نحتاج اليوم من أهل كركوك التكاتف والتلاحم، لأن كركوك هي العراق المصغر. كركوك اليوم هي عبارة عن عراق مصغر، لذلك نحتاج إلى وحدة الصف، نحتاج إلى التلاحم، إلى التكاتف، لكي نستطيع
أن نحرر مناطقنا. اليوم أجزاء عزيزة من كركوك محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، أجزاء عزيزة من العراق محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وإننا لن نستطيع أن نحرر مناطقنا ونستعيد محافظاتنا إلا من خلال وحدتنا، إلا من خلال اجتماعنا. ونرجو الله أن تكون هذه المناسبات هي وحدة لنا ورص لصفوفنا. لذلك أنا أهيب بإخوتي جميعا في كركوك ولكل المكونات، المكون العربي والمكون الكردي والمكون التركماني وجميع مكونات كركوك أن يكونوا يدا واحدة لكي نستطيع أن نحرر مناطقنا ونستطيع أن نحافظ على بلدنا ونحافظ على وحدة بلدنا، لأن هنالك أجندات يراد لها أن تنفذ في هذا البلد. واعذروني إذا كنت، ولكن الأخوة طلبوا مني أن أتكلم في هذه المناسبة لأن الأمر جلل والعراق يمر بظروف صعبة جدا، ونحتاج أن نستغل كل مناسبة في أن نذكر بعضنا في أن نحافظ على وحدتنا، نحافظ على رأس صفوفنا، لأننا في معركة شرسة مع الإرهاب المتمثل بداعش. نريد موقف موحد لكي نستطيع أن نحرر الحويجة ونحرر كل المناطق المحتلة في محافظة كركوك. الشيخ علي الحمداني في جنات النعيم، ونسأل الصبر والسلوان، ونسأل الله أن يعوضنا في أبنائه أن يكونوا قادة في هذا المجتمع، وإن شاء الله الخير فيه وفي أبنائه وفي عشيرته لكي يكونوا عوضا عنه في رجالات العراق. وشكرا جزيلا إخواني الأعزاء. ضيبان يصير ليش ما يصير؟ وعندك اغات هيك ذكرى وهيك مناسبه، ونقول نحن تنادى الوصف لحدودكم مادنا، ويشراع مركبها لك ضد الهوى مادنا، بلا عسى حظنا قعد بالمثلكم مدنا، رجال نخوة وكرم للضيف قولة هلا، هم رواس العرب هم للفهم من هلا، بالمثلكم يا ابو ميتم حقها التفاخر هلا، لان علومك تشيد العدو ويفرح لهم ودنا. ونقول من هلت شو طيبك يا فتى من هلت، والاعداء بيض اصبحت منهم شرد من هلت، ما جيت انت عبث يا ابو ميتم من هلت، من قبل اسمك على فوق النجم لاله، واليوم شمس اصبحت والغيرك بلاله، بلا ما جاد بيهم نفع اللي صرخوا لا من فوق رب القضاء انت لها وهي الك. واهلا بالضيوف. ويقول المقنع الكندي واني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. والله محييكم الشيخ ابو صقر رئيس مجلس شيوخ عشائر الشرقات، واهلا وسهلا. اهلا بالضيوف شرفتونا، الله محييكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا واهلا وسهلا. صاحب سعد اهلا وسهلا. والله محييكم الله محييكم. استاذ اسماعيل حليم. اي خبر حياتك تزيد علينا ما انا قايل لا كل الحاضرين نرحب بكم. وشيخ علي الله يرحمه بيستحق بعد اكثر، كان دائما نقطة العالم ترجع إليها. التعبير مو معنى النقطة صغر الحجم لا، وإنما الشيء الملفت، الشيء اللي يجذب الانتباه كنا نرجع له. شيخ العشيرة وعالم الدين والسياسي والمحافظ ومسؤول الدولة الكل كانت تجي عليه، فرحمة الله عليه. يعني مثل ما تفضل الشيخ اسماعيل الحديدي قال كان حيا ونجتمع عنده، والآن بعد ما مات أيضا نجتمع في مجلس عزاء، فرحمة الله عليه. حياكم الله واهلا وسهلا بكم.
انتم مجرجع شوي ورا وصاروا شوية مجال والله بس مجال شوية مجال اخوان، ازعم عليكم. ما يفيد شوية ما يفيد. استاذ انطينا رقمك. هسه منطيتني اياه؟ راح اخابرك حبيبي على مود ترسل لي اياه ارسل لك اياه ونوقع على تواصل ان شاء الله. مع امامنا كلنا اهلا استاذ، شرفتنا. كل الهلا كل الهلا. يا بالك ما اكون نزلت. هيمن موجود وميثم موجود. والله بعد ماشي. العفو. كلمة عزاء توجهها إلى قبيلة البحمدان وإلى روح فقيدته الأمير علي أمير البحمدان في العراق والإيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم إخواني الوفد المعزي وباسم تحالف القوى في البرلمان جئنا لنقدم التعازي إلى أهلنا في كركوك عموما وإلى قبيلة البحمدان خصوصا على فقيدنا الشيخ علي الحمداني الذي كان علم من أعلام القبائل العربية وكان له الدور الكبير في جمع الكلمة ورص الصف وكان منارا في كل القبائل العربية، ولكن نسأل الله أن يرحمه وأن يعوض أهله خيرا به وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله أن يكون أولاده أن يسيروا على نهجه بالحفاظ على وحدة أهالي كركوك ووحدة العراق جميعا إن شاء الله. هناك رسالة نقلتموها من خلال تواجدكم اليوم إلى العشائر العربية في محافظة كركوك، وأيضا كيف تنظرون إلى الإصلاحات التي أعلنها دولة رئيس الوزراء مؤخرا؟ رسالتنا لأهلنا في كركوك هي وحدة الصف ووحدة الكلمة ورص الصفوف، وخاصة ونحن نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب المتمثل بداعش، وهذه الحرب تحتاج إلى أن نجمع كل العراقيين وفي كركوك من عرب وكرد وتركمان نحقق النصر الناجز، نحرر كل محافظاتنا. لذلك لنا في كركوك هي الحفاظ على وحدة الصف لكي نكون قوة واحدة ندحر بها الإرهاب إن شاء الله. الإصلاحات كيف تنظرون إليها؟ الإصلاحات لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه، ولكن نأمل بأن تكون هنالك إصلاحات مستقبلية، وهذا ما تعمل عليه الكتل السياسية، لكن الذي تحقق من الإصلاحات ليس بالمستوى المطلوب غير راضون عنه. عزاءكم إلى قبيلة البحمدان وأنتم من أبنائها. نسأل الله الرحمة والرضا. الشيخ علي الحمداني كان مثاب مثابات قبيلة البحمدان والمنطقة ومحافظة كركوك، فقدناه فقدانا وخسارة كبيرة. كان رحمه الله دائما مجمع للخيرين في التداول والتدارس والتقارب بين وتقريب وجهات النظر بين الناس. ترى الآن في مجلس عزائه الناس كما أنه موجود أيضا جمعهم على وحدة الكلمة في عزائه. نسأل له الرحمة والغفران، ونتمنى أن من أبنائه وعشيرته أن يقتدوا به ويعملوا كما كان يعمل على توحيد الصف والكلمة، لأنه محافظة كركوك بحاجة لجهد من هذا القبيل. شكرا. بالتأكيد قدمنا إلى محافظة كركوك لنقدم التعازي إلى أهلنا وإلى قبيلة البحمدان على فقيدهم العزيز الذي كان مثالا للوحدة الوطنية، مثالا للصوت العراقي المعتدل الذي يجمع ولا يفرق. بالتأكيد محافظة كركوك عبارة عن عراق مصغر تحتاج إلى وحدة النسيج الاجتماعي، إلى وحدة الكلمة، إلى وحدة الصف، حتى يعني نتمكن سوية وجميعا إلى أن نحرر هذه المحافظة العزيزة وبقية أجزاء العراق. شكرا جزيلا.